عندما يفيض البحر. والله أكبر الله أكبر. طبعا عمل تركي بعنوان هذا البحر سوف يفيض، واختصاره عنوانه عندما يفيض البحر. شايفين الدكتورة بتعالج جرح سرطان كناري من حبيبته القديمة اللي من 21 سنة زي ما هنشوف. كان سمع أغنية ليها واتعلق بيها. أما الدكتورة اللي بتعالجه ديا حاليا هي مسيحية ومتعلمة في اليونان، وأبوها ترك ليها ورقة وأرسلها مع إحدى أصدقائه قبل ما يموت، وقال لها إن إحنا متبنيينك من تركيا وإنت تركيا. وعلى هذا الأساس بدأت جت اتعينت دكتورة في البلد اللي أبوها قال لها عليها بأنها أمك من هناك، وهي جاية تبحث عن أمها. أما الست دي اللي هي كانت في عثمان بدور زوجة دندار، هي شقيقة اللي أبوها اتقتل ثأرا بيد واحد في السجن حاليا، مسجون في قضية قتل أبو البطل دوت. فزي ما احنا شايفين بتحاول تعالجه، وهو بيفتكر الأغنية بتاعت حبيبته القديمة. وهذه الممرضة، هذه الدكتورة قامت بواجبها وأخذت له جرح. دي حبيبته اللي هي كانت بتغني واسمعها من 21 سنة. هو بيفتكرها حاليا، وهي اللي ضربته بالنار المرة دي وأصابته. ولما جت الشرطة قال إن هو أطلق النار على نفسه، وأخدته هذه الدكتورة الجديدة في هذه المكان أهو من 21 سنة. كان هو صغير وهي صغيرة، وهي غنت أغنية أخذ الأغنية وجينا منها. بيتكلموا عن الذكريات وهي بتفتكر وهو بيفتكر برضه، ولكن بينهم طار في البلد. هو أبوه اتقتل على قد عيلتها، وبرضه شقيقه أو إعمامه قتلوا من عيلتهم، يعني بينهم وبين بعض طار، لأنها في قرية ريفية تركية. بيستمر تذكره لها وهي صغيرة وأول مرة يسمعها، وسرق منها الأغنية وبقى يسمعها لوقتنا هذا. اسمه كوتا شاري. اسمه كوتا شاري. بتقول له طبعا لو عملت الأغنية دي وعرضتها هل هلاقي مشترين ليها وكده؟ قال لها دي أغنية حلوة قوي، وشجعها. وفي النهاية سرق الأغنية واحتفظ بيها.
طبعا الطار لما كبروا فرق بينهم، ده من 21 سنة، فحصل طارات بينهم كتير وكده. فهنا يعني بيتكلموا في الموقف دون قديما. هو بيتذكر شوية ويدمع، وهي بتتذكر شوية، ولكنها شرسة، بنت شرسة. طبعا وهي لسه بتغني في البداية، وسمع صوتها وحبها من هذا الموقف. فده أصل الموضوع، بأنه تعلق بها منذ الصغر، وهي من منطقة وهو من منطقة، يعني هو من قرية وهي من قرية، وبينهم طار قتل أباء وأبناء وهذه الأمور. أبوه مقتول وهي أبوها مقتول عن طريق الصقر والطار وكده. ما زال بيستمع الأغنية وبيدمع، والدكتورة جنبه نائمة، لأن لسه جديدة ومفيش استعدادات في المستشفى كتير وكده. والتانية حبيبته ديا بتبص عليه من البر بتاعهم على مكان العيادة اللي هو راقد فيها، وكمان شوية هتروح له تشوفه وتقول له ده حلم وكده. دي أختها. وبسبب الطار اللي هو الصقر اللي بيقتل بأوليائه، بتحاول تعرف المتسبب وبيقوموا بأخذ الطار منه. وهذا الموضوع معمول به في إسلامنا، وعند وجه إبلي في الصعيد لليوم بصفة قليلة عن الوقت اللي فات. يعني من زمان كانوا لازم ياخدوا الطار، أو عليه طار بيهرب بلد تانية وهكذا. ده موجود في الوجه الإبلي. الصعايدة الرجالة الأبطال، ناس مخلصين وناس أقوياء، بعيد عن الصقر وبعيد عن أي شيء. يعني أنا عشرتهم وأنا في الجيش، ناس فضلاء.
طبعا في فئة صغيرة منهم متشددين أو حاجة زي كده يعني. ما زال الموقف بيتكلموا عن الدكتورة دي اللي عرفت أسرارها، والدكتور دون اللي ساعد الدكتورة في الجرح اللي ألم بالرجل وهذه الأمور. طبعا قبيلة ريفية، رعاة غنم ومزارعين، ويتمسكون بالدين، ومن قتل أولياء القتيل يحاولون أخذ الثار وهذه الأمور. كوتشار اللي هو نايم في العيادة وتخيط له الجرح وكده، اللي هو أصيب من اللي بيحبها زمان واللي مشهدش عليها، والولية دي هي اللي أخذت شنطة الدكتورة وعرفت إنها بنت الراجل اللي أخوها قتله، فقالت له إن بنت الراجل عايشة وما ماتتش ورجعت كانت تاخد الطار وكده، فكانت بتصيره في السجن فتنرفز لها لازم نقضي على البنت دي. دي العيادة اللي فيها الجريح، وده بيصلي، الدكتور بيصلي وبيدعي الله عز وجل. كوتشارية دي الدكتورة، وده الدكتور اللي بيدعو وباين تعلق بيها. الدكتور اللي هو طلع الرصاصة من بطنه، أبوه مقتول على يد أبوه اللي طلع الرصاصة منه، فهو في المسجد وبيقول الكلام ده. طبعا اللي يقدر يعفو بيكون أفضل،
اللي بياخد بالطار اهو بياخد حقه. ده اللي في الدين. اما في الدول حاليا الحكومة بتعاقب مرتكب الجرم او القاتل بالاعدام. يعني بدل ما الانسان ياخد طار بنفسه الحكومة بتاخده هو. ولا بيقع حد تاني في طار ولا بيكون الأولياء القتيل ليهم حاجة أو عليهم. هنكمل إن شاء الله المسلسل. دي طبعا الحلقة الأولى منه، فيضان البحر والدكتورة. هما الاتنين دول اللي قاموا بتطليع الرصاص من بطن كشتاري هذا وإلى اللقاء في موعد آخر. سوف نكمل معكم إن شاء الله.